الشيخ ياسر الدوسري وهو بيصلي قرأ سورة هود، ولما وصل للآية يا بني اركب معنا بكى بكاء شديد، وأبكى المصلين إلى نهاية آية القصة. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. والحقيقة أن البكاء في الآية مكتسب من بكاء سيدنا نوح الواضح في نطق الآية الكريمة. أحد العلماء قال إن الغنة في إدغام الباء بالميم بتحكي ارتعاشة صوت الوالد المشفق في النداء الأخير. تخيل أن صانع السفينة الوحيدة للنجاة وقائدها ينجح أنه يقنع ناس غريبة للركوب فيها علشان ينجوا من الغرق، ولا يستطيع إقناع ابنه وإنقاذه. سيدنا نوح صنع الوسيلة الوحيدة للنجاة فاستخدمها الكثير ولم يستخدمها ابنه. الفكرة انك ممكن توفر لأولادك الوسيلة اللي توصلهم لبر الأمان وتحفظهم وتصونهم، لكن للأسف مش بإيدك تهديهم ليها. مهما عملت لأولادك ووفرت الوسائل فهداية ربنا أهم من كل شيء. فاللهم اهدي أبناءنا واحفظهم بحفظك الذي تحفظ به عبادك الصالحين، ولا تصيبنا فيهم بمكروه. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تعينهم على المعروف وتنهاهم عن المنكر، وجنبهم بطانة السوء. فاللهم آمين يا رب العالمين. لو وصلت لغاية هنا ما تنساش تدعمنا باللايك والشير. السلام عليكم.